بما إننا لسه في سلسلة المخبوزات بتاعة المدارس، النهارده هاشارك معاكم وصفة كانت دايمًا ماما بتعملها لنا في الأعياد كنواعم يعني مع النواعم بتاعة الأعياد، بس أنا النهارده هاعملها معاكم لإن هي هتنفع جدًا لللانش بوكس للولاد، هتكون عبارة عن ساندوتش كده ومحشي جبنة أو ممكن كمان نحشيه عجوة أي حاجة إحنا حابينها. الفطاير سهلة جدًا وبتتعمل بكل سهولة ومقاديرها بسيطة جدًا وموجودة في كل بيت. هشة كده وخفيفة وفي نفس الوقت بتدوب، يعني لو ضغطنا عليها كده زي البسكوت بالضبط، خفيفة كده وبتدوب. قبل ما أقول لكم وصفة النهارده ومقادير النهارده إيه، اعملوا لي لايك وتابعوني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك باسم منوعات بوسي، ويالّا نبتدي فيديو النهارده ونقول بسم الله. وصفة النهارده مقاديرها عبارة عن نُص كوباية من كل حاجة، يعني في البداية هاخد نُص كوباية من اللبن الدافي وهاضيف عليهم معلقتين صغيرين من الخميرة، ومعلقتين صغيرين كمان من السكر، هادوبهم وهاخليهم لحد الخميرة ما تبتدي تتفاعل مع اللبن. بعد كده هاحتاج بياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة. البيضة لو أنتم مش بتعرفوا تفصلوا البياض عن الصفار زي ما أنا ما باعمل كده، ممكن نخرمها من فوق كده ونفضّي منها البياض هنعرف، وممكن كمان ناخدها بين إيدينا كده لحد ما البياض كله يتصفى من ما بين صوابعنا كده، وننقل الصفار في طبق لإن إحنا هنحتاجه، هاقول لكم هنعمل بيه إيه دلوقتي. باقي المكونات بقى نُص كوباية من كل حاجة زي ما قُلت لكم، من الزيت نُص كوباية وزيت يكون فاتح وطعمه حلو، وهاحتاج كمان نُص كوباية من الزبدة المذابة، الزبدة مش قادحاها ومش جامدة، يعني أنا يا دوبك دفيتها كده على النار لحد ما ابتدت تدوب. بعد كده بقى هارجع لنُص كوباية اللبن اللي كنا ضايفين عليها الخميرة والسكر وهابتدي أضيفها على المكونات دي. هاقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدًا لحد ما أحس إن هي ابتدت تندمج مع بعض شوية. بعد كده هاحتاج 4 كوبايات من الدقيق، الدقيق أنا مش هاضيفه كله مرة واحدة، أنا هاضيف 3 كوبايات ونُص، وهاخلّي نُص كوباية على جنب، لو احتجتها وقت العجن هارجع لها تاني. خطوة ضرورية جدًا بقى إن إحنا نعدّي الدقيق على مَنخل زي ما متعودين في كل المخبوزات. هاضيف عليهم كمان نُص معلقة صغيرة من الملح. العجينة دي بقى مش بتحتاج إن إحنا نعجنها كتير، هي يا دوبك بس نلمّها كده بصوابع إيدينا، أنا في البداية هاقلّبها كده بالإسباتولا لحد ما أحس إن الدقيق ابتدى يختفي، وبعد كده هاخدها بإيدي كده وهابتدي ألِم العجينة عشان أحس بملمس العجينة، أحسها إذا كانت محتاجة سمنة أو محتاجة دقيق تاني، فزي ما قُلت لكم إحنا مش بنعجن فيها كتير، هي احتاجت معايا حوالي معلقتين تاني كبار كده دقيق، وابتديت برضه ألِم العجينة. العجينة دي أخدت مني في التوتال كله في الدقيق حوالي 4 كوبايات إلا ربع، يعني 3 كوبايات ونص ومعلقتين كده، فهو بيختلف على حسب نوعية الدقيق، ممكن تاخد منِك ال4 كوبايات كلهم بتوع الدقيق، وممكن تاخد منِك 3 كوبايات ونص، 3 كوبايات ونص ومعلقتين، يعني على حسب نوعية الدقيق وجودة الدقيق في العجينة دي. عجينة الفطاير دي بتكون ملمسها أقرب جدًا من عجينة الصابليه، يعني هتحسوا إن هي ناعمة كده وطرية جدًا، لما تيجوا تتعاملوا معاها هتحسوا إن أنتم بتتعاملوا مع صابليه بالضبط. هنغطي بقى عجينة الفطاير دي لمدة 10 دقايق يا دوب ترتاح، احنا مش عايزينها تختمر في المرحلة الأولى، احنا عايزينها بس يا دوب ترتاح. على ما العجينة ترتاح هابتدي أجهز الحشوة بتاعتي، أنا باحب جدًا الفطاير تكون محشية بالجبنة، رغم إن ماما معودانا عليها كانت بتحشيها لنا عجوة، ودي برضه إحنا متعودين على طعمها، بس أنا حبيت أغيّر معاكم النهارده وأعمل المفضل ليّا، أنا باحب الجبنة البراميل الحادقة شوية وباضيف عليها معلقة صغيرة من الزعتر المجفف وبابتدي أهرسها وباحشي بيها الفطاير بتاعتي. أنتم بقى لو حابين تحشوها عجوة، لو حابين تحشوها أي نوع جبنة تاني، فده يرجع ليكم. هاخد بقى قطع متساوية من العجينة وهابتدي أشكلها على كرات صغيرة وبعدين أفردها بإيدي كده. زي ما انتوا شايفين طريقتها سهلة جدا وبسيطة قوي. لما تيجوا بقى تفردوا الفطاير افردوها بسمك مش رقيق قوي وبرده مش تخين قوي، نعمل حسابنا ان هي برضو لما تدخل الفرن هي فيها مادة رافعة اللي هي الخميرة اللي احنا ضفناها، فهتنفش معانا ولسه كمان هتختمر. هاحط بقى الحشوة اللي أنا عايزاها في النُص، وبعدين هابتدي أتني حرف الفطيرة من الجنب ده ومن الجنب ده على بعض وأقفّل عليها. نصيحة مني بقى ما تقفّلوش عليها أوي عشان هي لو فتحت شوية كده والحشوة بانت من جوّه ده بيكون شكله حلو أوي. هابتدي بقى أكمّل باقي الفطاير بتاعتي، وعايزة أقول لكم إن هي عملت حوالي من 32 ل35 فطيرة.
بصوا بقى، انتوا لو حابين تضاعفوا المقدار وتعملوها وتخلوها في المطبخ، تحتفظوا بيها في علبة كده وتخلوها في المطبخ، تستخدموها بقى طول الأسبوع، اللي هو ممكن نحط للولاد منها في اللانش بوكس وهم رايحين المدرسة. هيوفر علينا موضوع السندوتشات اللي احنا كمان بنزهق منه، تجهيز السندوتشات كل يوم. كمان لو بنشتغل واخدنا منها واحنا رايحين الشغل كفطار خفيف كده، هتنفع معانا. حلوة كمان قوي في الفطار الصبح، لان هي محشية جبنة ومع كوباية شاي بلبن الصبح برضو فطار خفيف. فهتوفر علينا وقفة طول الأسبوع في تجهيز الفطار وتحضير اللانش بوكس للولاد وهم رايحين المدرسة. أنا متأكدة بقى إن انتوا هتعتمدوها، لأن هي فعلا طعمها حلو جدا وهتحبوها. مش انتوا بس اللي هتحبوها، الولاد كمان هيحبوها وهيطلبوها. بعد ما خلصت حشو الفطاير، ابتديت اجيب صاج الخبز ودهنته بدهنة بسيطة كده من الزيت. ونرجع بقى لصفار البيضة، ضفت عليه حوالي معلقتين كبار من اللبن وقلبتهم كويس جدا مع بعض مع رشة فانيليا كمان. هبتدي بقى ادهن الفطاير دي دهنة كده من اللبن والبيض اللي احنا جهزناه. وعايزة اقول لكم ان احنا مش هندهنهم كلهم، يعني زي ما عملنا قبل كده في الفطاير او اي معجنات عموما، لو هندهنها وهنرش عليها سمسم او حبة البركة، ما تدهنوهاش كلها. يعني ادهنوا مثلا 3 4 ورشوا السمسم اللي هترشوه او حبة البركة، وارجعوا اعملوا 3 كمان او 4 كمان. ليه بقى؟ لان احنا لو دهناها وسبناها على ما نرجع لها نرش عليها السمسم او حبة البركة، فهيكون الخليط ده اصلا هيكون نشف، البيض واللبن دول هيكونوا نشفوا، يا العجينة شربتهم، فمش هيلزق فيهم اللي احنا هنرشه من فوق او اللي احنا هنضيفه من فوق. ده كده كان اول صاج انا خلصته، وكنت رشيت عليه كله سمسم من فوق. هغطيه بقى بفوطة مطبخ نظيفة وهخليه يختمر لمدة نص ساعة. وبعد ما خلصت اول صاج، ابتديت تاني صاج ادهنه بنفس برضو الخليط اللي هو البيض واللبن. وده بقى ابتديت ازينه بحبة البركة. حبة البركة من الحاجات اللي بتدي ريحة حلوة جدا للمخبوزات. فده اختياري بقى، انتوا ممكن تزينوه بحبة البركة وممكن تزينوه بالسمسم زي ما تحبوا. الفطاير دي بقى هندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة من 200 ل 220. يعني لو الفرن بتاعتكم عالية قوي فخلوها على 200. اما لو الفرن بتاعتكم درجة حرارتها هادية فممكن نخليها على 220 رف اوسط. هنشغل الشعلة من فوق ومن تحت. تابعوها بقى، هي هتاخد من تلت لنص ساعة، فانتوا تابعوها. لو اخدت من تحت لون ومن فوق لسه، ممكن نرفع الصاج شوية للشبكة فوق، او ممكن نطفي الشعلة اللي تحت ونشغل الشواية من فوق بس. خدوا بالكم بقى وهي في الفرن، ما تغيبوش عنها عشان تطلع معاكم باللون الحلو ده. حاولوا تطلعوها لونها حلو عشان تستمتعوا بلونها وبطعمها وبريحتها وبكل حاجة فيها. عايزة اقول لكم ان انتوا اول ما تطلعوها من الفرن يسيبوا الصاج لحد ما يبرد تماما، يعني ما تحاولوش تنقلوها خالص. استنوا عليها كده لما الصاج يبرد خالص والفطاير تبرد خالص جوه الصاج، وبعد كده ابتدوا انقلوها في طبق التقديم بالسباتولا واحدة واحدة. أصعب حاجة في وصفة الفطاير دي هي إننا فعلا نستناها على ما تطلع من الفرن. مش بس كده، ده بتطلع من الفرن وبنستناها كمان لحد ما تبرد. في التوقيت ده احنا بنبقى هنتجنن وندوقها أو هنتجنن وناكل منها. انتوا لما تجربوها هتحسوا فعلا بالإحساس اللي أنا بقوله لكم ده. الفطاير اللي بالسمسم لونها وشكلها حلو جدا، والفطاير كمان اللي بحبة البركة ريحتها ولونها وشكلها كيوت جدا جدا. لما تيجوا تقسموها هتلاقوا ان الحشوة باينة من جوه، سواء حاشينها بالجبنة او حاشينها بالعجوة او حاشينها باي حشوة تاني. الفطاير مرتفعة هشة ومرتفعة، كمان لو ضغطنا عليها دايبة دوب. انا مش عارفة بصراحة اشبهها لكم بايه، بالصابليه ولا بالبسكوت ولا بالمخبوزات ولا بالنواعم. حقيقي في النهاية الميكس بتاعها خطير يا جماعة. انا متأكدة ان انتوا لو جربتوها مش بس هتعتمدوها ايام الدراسة للولاد وللفطار الصبح، لا ده انتوا ممكن كمان تعتمدوها في الاعياد زي ماما ما كانت بتعملها لنا. يعني كانت معتمداها كده كصنف من اصناف النواعم بتاعة العيد. بس كده وصفة النهاردة خلصت، اتمنى تكون عجبتكم. جربوها واكتبولي في الكومنتات رأيكم فيها ايه. كمان ما تنسوش تتابعوني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك باسم منوعات بوسي، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، واشوفكم على خير يا رب، وباي باي.